السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل أي كلام صلى على النبي الأول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دول نوعين من الإحرام، تمام؟ في إحرام ينفع وفي إحرام ما ينفعش. طيب إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش؟ أول حاجة في الإحرام إن هو يكون ساتر للعورة، فما ينفعش الإحرام يكون بيشف أو يكون خفيف زي كده. تمام؟ تمام. لازم الإحرام يكون كثيف، تمام، ويكون القماشة بتاعته ما تشفش اللي تحت. ده رقم واحد. طيب رقم اتنين، تمام، الناس اللي بتربط الإحرام، تمام، وتقوم جاية منزلاه تحت السرة وتبقى ماشية في الحرم كده عادي. طب انت مش عارف ان العورة من اول السرة لحد الركبة؟ بلاقي ناس كتير جدا ماسكه الاحرام وجايباه لتحت كده، تمام، ماشي وماشيه عادي جدا ولا شغله اي حاجه. طب انت منين بتعمل حاجه لله او عمره او بتعمل نسك من مناسك الله عز وجل اللي ربنا امرك بيها، وفي نفس الوقت بتعصي ربنا في نفس اللحظه بجهل منك؟ اكيد مش مقصوده، انا عارف، لكن خلي بالك، لان ممكن الاعمال اللي انت بتعملها تضيعها كلها بسبب حاجة صغيرة. تخيل ان عمرتك كلها تضيع بسبب ان انت عورتك باينة. تخيل، ما انت بتعمل معصية، ما هو ان انت عورتك تبان دي معصية. طب انت بتعمل عمرة وبتصلي، ينفع تصلي وسرتك باينة؟ فطبعا ده ما ينفعش. جميل. طيب بالنسبة للإحرام، في الإحرام في طريقتين لربط الإحرام. دي طريقة كده، وبقلف الاحرام لتحت مرتين ثلاثه بحيث ان هو ايه، خلاص يبقى ماسك نفسه مش محتاج اي حاجه. وفي طريقه تانية ايسر من كده، اللي هي ايه، انا بعمل الاحرام بتاعي كده وبشد الناحيه التانية كده وادوس هنا وارجع دي كده تاني واقوم جاي قالب الاحرام من فوق مرتين ثلاثه ودي تبقى قدامي. الحركه دي بتديني مساحه من تحت ان انا خطوتي تبقى اكبر، ان انا خطوتي تبقى اكبر من الربطه الاولانيه. متهيألي دي انا جربت دي وجربت دي، انا ارتحت في الربطه ديت، في ناس تاني ممكن ما ترتاحش فيها، تمام، لكن الربطه دي عن تجربه مريحه جدا في العمره. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، ويا رب اكون فدتكم. الدال على الخير كفاعله، شير لتعم الفايده، والله اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.